أخي علي، أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. الحمد لله على سلامتك ابتداء، إن شاء الله تكون في أفضل حال. مرحبا بك يا فندم. أهلا بك. أنا عايز أبدأ معك من القصة من آخرها لو صح هذا التعبير. إيه اللي كيف تم تحريركم من معتقلات الدعم السريع؟ ما الذي حدث؟ والله الشكر كله طبعا لله سبحانه وتعالى على انه ابقانا على قيد الحياه هذه الفتره كلها، حوالي من 21 او 22 شهر في المعتقلات، معتقلات الدعم السريع. ولكن نشكر برضو السيد رئيس الجمهوريه على جهده العظيم، وطبعا نشكر برضو اجهزه الدوله كلها، لان بصراحه ما تاخروش وابذلوا جهد برضو كبير جدا لحد ما تمكنوا وتوصلوا من الوصول الينا، ونسقوا طبعا مع الدعم السريع. ونشكر المخابرات المصريه لانها تعبت برضه تعب كتير جدا عشان توصل لينا وتقدر تنقذنا من المصيبه اللي كنا فيها دي. إيه ده؟ معلش أنا عايز أفهم منك يا علي، أنت بتقول إن المخابرات المصرية نسقت مع الدعم السريع وعلى هذا الأساس تم تحريركم من معتقلات الدعم السريع؟ ايوه طبعا. يعني إيه اللي حصل؟ احكي لي. المصيبه اللي كنا فيها باوامر من السيد رئيس الجمهوريه لاجهزه الدوله كلها انها تشتغل بكل جهد، انها ما تتاخر عن اي مواطن مصري في اي دوله كانت. عظيم. لا انا عايز اسمع حالتك بالظبط، ايه اللي حصل؟ انت بتقولي المخابرات نسقت مع الدعم السريع، ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصل لك في هذا السياق؟ احكي لي يعني بالتفصيل. لا، ما انا ما كنتش قاعد معاهم، احنا اللي عرفناه ان المخابرات المصريه هي اللي طلعتنا. ايه حكايه معاهم لحد ما يعني انجزت في موضوع خروجنا بسلام وامان. ايه حكايه التنسيق مع الدعم السريع؟ قادر الدعم السريع قادر نطلعكم المخابرات المصريه. يعني مش هم اللي افرجوا عنا، ولا الجيش السوداني مثلا خد مكان ولقينا فيه طلعنا. يعني لكن برضه بنشكر الجيش السوداني على مقابلته العظيمه وعلى جهده برضه، يعني ما تاخرش منا في اي حاجه. يعني انت عايز تقول لي ان هي ما كانتش عمليه عسكريه من قبل الجيش السوداني فتم تحريركم عن طريق العمليه العسكريه؟ لا 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 ابدا. احنا اللي رحنا بعد ما الدعم السريع وصلنا لاخر ارتكاز ليه، قال ده اخر مكان لينا ما نقدرش نتقدم تاني، اتفضلوا امشوا اللي هيقول لكم بعد كده الجيش السوداني. الجيش السوداني لا كان عنده علم بخروجنا ولا كان يعرف اي حاجه. لما فكونا مشينا ورحنا معسكر اسمه معسكر حطاب. مين مع انت مشينا هناك، قابلونا القاده هناك. تمام. بصراحه يعني ما اثروش معانا في اي شيء، احنا كنا شبه منتهيين اصلا. اول ما شفنا الضابط اللي هناك قال لهم وفروا لهم كل خدمات، كل الخدمات. نعم. اكل وشرب. معلش اخ علي، انا بس انا المعلومات اللي حضرتك بتقولها دي مهمه. بتقول ان الدعم السريع خدكم من المعتقل اللي كان بيحتجزكم فيه وقام بتوصيلكم لاخر ارتكاز هو مسيطر عليه، وقال لكم امشوا كملوا انتوا لغايه ما تلاقوا ارتكاز الجيش. هو ده اللي حصل؟ ايوه، قال احنا ما نقدرش نتقدم معاكم شبر واحد، احنا اللي قدامنا كده العدو، انتوا امشوا، الجيش ما عندوش معاكم مشكله. طب هو الدعم السريع عمل كده ليه؟ هو عمل كده عشان اكيد ده تنسيق من المخابرات المصريه، طبعا ضغط عليه وعرفوا حجمه الحقيقي، ده مواطن مصري وما ينفعش انت تمسوا باي سوء، والا احنا نتدخل مباشر نيجي ننقذهم بقى بطريقتنا احنا. اكيد يعني هو ده اللي حصل. نعم. الحمد لله على السلامه يا اخي، الحمد لله على السلامه يا اخ علي.